أيها الخونة من السياسيين الفاسدين في وطننا، يا من تبيعون المصلحة العامة بمزاد الفساد، لقد خنتم الأمانة وزرعتم بذور الضعف في مجتمعاتنا، تسعون نحو الربح الشخصي رغم ويلات الفقراء. فعذرا، لقد سئمنا الوعود الزائفة والأقنعة المخادعة. إن ما تفعلونه يعزز من تفكك الأمل ويؤذي الأرواح التي تتوق لخدمات تراعيها في المستشفيات المهملة والمدارس المتداعية. تجعلون الألم يضرب بعمق بين أصحاب الحاجة، وتفتحون الأبواب للقطاع الخاص ليسرقوا أحلام البسطاء. أين أنتم من الروح الجماعية لهذا الوطن؟ تحولتم إلى طغاة في زمن الظلم، تهدرون المال العام وتشيدون العروش. لكن الله يمهل ولا يهمل، فمن كان له قلب لا بد أن يفيق. اعلموا أن الفساد الذي تمارسونه هو سيف مسلط على رقاب الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. فكروا في حساب يوم تحاججون به خالقكم قبل أن تضيع البلاد في زوايا النسيان، واتركوا عنكم التسلط وعودوا للرحمة والعدل. إن مسؤوليتكم تجاه المجتمع تقتضي الجهد لتحسين الأوضاع بدلا من استغلالها للنفع الذاتي. فكفوا عن هذه الممارسات وارسموا غدا مشرقا لأبناء هذا الوطن، فالأمل في نهضة جديدة لا يزال موجودا. فليكن خياركم اللهم أما يرضيك ويتوج الفخر